كتير مننا بيتحط في الموقف ده، حد بيطلب طلب وعقلك بيقول لأ، بس في صوت تاني جواك بيقول عيب ما يصحش، فبتقول وانت مش عايز. الإحساس بالذنب ده إحساس خانق. النهاردة هنغوص سوا في كتاب لما بقول لأ بحس بالذنب، عشان نفهم أصل الإحساس ده، والأهم من كده إزاي نقدر نتخلص منه ونسترجع حريتنا في الاختيار. وده فعلا السؤال اللي بمليون جنيه. ليه كلمة بسيطة زي لأ ليها كل القوة دي علينا؟ ليه بنحس إننا لو قلناها بنخون اللي قدامنا، ولو ما قلناهاش بنخون نفسنا؟ الإجابة زي ما هنكتشف جذورها أعمق بكتير مما نتخيل. بترجع مش بس لطفولتنا، لأ، دي بترجع لورا قوي لحد أجداد أجدادنا. طيب، عشان نفهم الصراع اللي جوانا ده مع كلمة لأ، لازم نرجع بالزمن لورا قوي. ردود أفعالنا في المواقف الصعبة مش بتيجي من فراغ، دي برامج بقاء قديمة متسجلة في الDNA بتاعنا. يلا بينا نشوف إزاي البرامج دي بتتحكم في حياتنا من غير ما ناخد بالنا. الغضب، الخوف، الإحباط، الواحد طول عمره بيسمع إن دي مشاعر سلبية لازم نهرب منها. بس الحقيقة الصدمة إن المشاعر دي هي اللي خلت الجنس البشري يكمل على الكوكب ده أصلاً. الغضب كان بيخلينا نواجه الخطر، والخوف كان بيخلينا نهرب منه. دي ما كانتش نقط ضعف، دي كانت أسلحتنا السرية للبقاء. وهنا بقى بيبان الصراع الحقيقي. جوانا فيه زي ما يكون عقلين، عقل بدائي بتاع ردود الفعل السريعة، وعقل بشري متطور بيعرف يتكلم ويحلل. المشكلة إن في لحظات الضغط العقل البدائي هو اللي بيخطف المايك وبيسيطر، فبيخلينا نتصرف بغضب أو بخوف بدل ما نستخدم أقوى سلاح عندنا، الكلام والمنطق. طيب، سؤال منطقي جدا. مادام عندنا كل الإمكانيات المتطورة دي، ليه بنلجأ للطرق القديمة؟ ليه بنزعق أو نتخانق بدل ما نتكلم بهدوء؟ الإجابة المرة دي مش في الجينات، لأ، الإجابة في البرمجة، الكود اللي اتكتب في عقلنا وإحنا الصغيرين. التربية هي اللي بتحدد مين في العقلين دول اللي صوته هيبقى أعلى. وهنا بقى بتيجي المفاجأة الكبيرة، إن عدم القدرة على قول لأ مش طبيعتنا، ده سلوك اتعلمناه، أو يمكن كلمة اتدربنا عليه تكون أدق. طفولتنا كانت هي معسكر التدريب اللي شكل طريقة تعاملنا مع العالم ومع نفسنا. القصة بتبدأ ببساطة شديدة. الطفل بيقول لأ بكل براءة عشان يعبر عن رغبته، بس الأهل وطبعاً بنية سليمة بيبدأوا يربطوا الكلمة دي بمفاهيم زي الولد الشاطر والبنت المؤدبة. فالطفل مع الوقت بيكتشف المعادلة: عايز حب وقبول، يبقى لازم تدفن رغباتك الحقيقية تحت طبقات من القلق والإحساس بالذنب. وبشكل عبقري فعلاً التدريب ده بيتحول مع الوقت لخيوط ماريونات شفافة محدش شايفها، ولما بنكبر نفس الخيوط دي بيستخدمها الناس اللي حوالينا بوعي منهم أو من غير وعي، عشان يحركوا مشاعرنا ويخلونا نعمل اللي هم عايزينه مش اللي احنا عايزينه فعلا. طيب، وسط كل اللخبطة دي، وسط كل خيوط التلاعب والشعور بالذنب، هل في أمل؟ الكتاب بيقول في طريقة نقدر بيها نقطع الخيوط دي للأبد، في مفتاح يخرجنا من السجن ده. الحل ده هو اللي الكاتب بيسميه وثيقة الحقوق في التعبير عن الذات. ودي مش شوية نصايح وخلاص، لأ، ده دستور كامل، دستور جديد بينظم علاقة الواحد بنفسه وبالعالم. دي المبادئ اللي هترجع لك القوة اللي اتخذت منك وانت صغيرة. وده بقى الأساس، حجر الزاوية اللي كل حاجة تانية بتتبني عليه. معناه إيه؟ معناه ببساطة شديدة إن كل واحد فينا هو القاضي الوحيد والأوحد على حياته، أفكاره، مشاعره، تصرفاته، هو اللي بيحكم عليها وهو اللي بيشيل مسؤوليتها، ومحدش تاني ليه الحق ده أبداً. الحق ده بالذات اعتبره الدرع بتاعك ضد أكتر سلاح تلاعبي بيستخدمه الناس. سؤال: ليه؟ ليه عملت كده؟ لما حد بيسأل السؤال ده في الغالب هو مش عايز يفهم، هو عايز يجرك لمنطقة جدال عشان في الآخر يطلعك غلطان ويخليك تبرر وتدافع عن نفسك. بصوا على المثال البسيط ده من الكتاب. البياع بيسأل ليه عشان يلاقي أي خيط يمسك فيه ويقنعك بيه، لكن الرد الحازم: مفيش سبب، هي بس مش عجباني، خلاص. قفل الباب، بيقطع أي فرصة للجدال. القرار قرارك ومش محتاج تبرير من أي حد. كتير بيفتكروا إن الواحد لو غير رأيه يبقى شخص متردد أو ضعيف، بس الحقيقة عكس كده تماماً. إحنا مش تماثيل من حجر، إحنا بشر بنتغير وبنتعلم كل يوم. فتغيير الرأي ده مش ضعف، ده دليل نضج، دليل إن الواحد بيسمح لنفسه يكبر ويتطور، وده حقه الطبيعي. مفيش حد فينا معصوم من الخطأ، كلنا بنغلط. بس الكتاب هنا بيقدم فكرة ثورية: الغلطة مجرد غلطة، مش خطيئة أو جريمة تستدعي العقاب وجلد الذات. ولما الواحد بيعترف بغلطته ببساطة: أيوة أنا غلطت،
بيفقد أي حد تاني القدرة على استخدام الغلطة دي كسلاح ضده. يعني تخيلوا معايا موقف زي ده، الزوج بدل ما يدخل في معركة دفاعية ويقول أصل كنت مشغول أو أنت اللي بتدوري على مشاكل، يقول ببساطة شديدة عندك حق أنا غلطت. جملة زي دي بتنزع فتيل أي خناقة، وبتحول الموقف من ساحة معركة لمجرد مشكلة عايزين نلاقي لها حل. طيب دلوقتي جه الوقت نلم كل الخيوط دي في إيدينا. كل الحقوق اللي اتكلمنا عنها دي بتوصلنا في الآخر لفكرة واحدة أساسية، فكرة عظيمة جدا وممكن فعلا تغير طريقة تفكير الواحد تماما. لما الواحد بيتبنى المبدأ ده بجد، إن هو الحكم على نفسه، بيحصل جواه زي زلزال كده. النظام القديم كله بيتهد، بنتحول من نظام بيدور على الصح والغلط والمفروض في كلام الناس لنظام تاني خالص بيسأل إيه اللي مناسب ليا، إيه اللي أنا حبه. بيبقى عنده بوصلة داخلية. السؤال بقى، البوصلة الداخلية دي شغالة ولا محتاجة تتصلح؟ الاقتباس ده بقى هو الزتونة بتاعت الموضوع كله. مسؤولية حياتنا بكل أفكارها ومشاعرها وقراراتها هي مسؤوليتنا إحنا وبس. دي مش كورة بنرميها في ملعب حد تاني، لأ، دي حاجة بتاعتنا، ودي هي مصدر قوتنا وحريتنا الحقيقية. وهنسيبكم مع آخر سؤال، وهو يمكن أهم سؤال في الموضوع كله. لو كل واحد فينا مش هو اللي هيحكم على نفسه وعلى حياته، يا ترى مين اللي هيحكم؟ مين اللي هنسلمه ريموت كنترول حياتنا؟ الإجابة على السؤال ده عند كل واحد فينا.